الفيديو اللي فات اتكلمنا عن برج الحمل وايه الحركات اللي بيعملها بلغه جسده تدل ان هو معجب بالشخص اللي قدامه. النهارده بقى هنتكلم عن مولود برج الثور. مولود برج الثور يختلف حاجات بسيطه جدا عن مواليد برج الحمل. لو كنت متابع معايا الحلقه اللي فاتت فالحلقه ديت سهله عليك جدا. لو كنت جديد معانا اشترك في القناه، عرض نفسك، وكمان دوس لايك للفيديو لو عجبك، وقول لي انت برج ايه تحت في الكومنتات. اول نقطه معانا او اول حركه معانا بتدل ان الراجل ده او الانثى ده او الانثى دي من برج الثور معجب بيك، بيحبك، او بتفضحه حركات لغه الجسد بتاعته. هو النظر العميق، تلاقيه بيبص لك بعمق، بيبص لك بعمق ومش خايف مش خجلان. وانت هتكتشف ده امتى بقى؟ لما تلاقيه بيبص لك بعمق ومطول في البصه، يعني بالبلدي بالمصري زي ما بنقوله مبحلق. ودي نقطه بتفضحه هو، لان برج الثور بطبيعته هادي، فدي بتفضحه. الهدوء ساعات بيخليه يسرح. النقطة اللي بعد كده تقارب المسافات، هيحاول ان هو بالبلدي يتحجج ويتلكك بطريقه لطيفه علشان يقرب منك. طب احنا نعرف بعض، هتلاقيه دايما واقف جنبك، دايما عايز يلزق فيك، دايما هتلاقيه هو منتبه لك انت. جسمه، حركات جسمه متوجهه تجاهك. لو انت كنت واقفه قدامه كده هو كمان واقف كده، او مايل ان هو يبقى كده. النقطه اللي بعد كده ودي الثالثه معانا علشان ما نطولش عليكم، اللمس العفوي. هو بيتعامل تلقائي نتيجه ان هو دايف في دباديبك. فتلاقيه مثلا انت بتتكلمي كده فممكن يروح منزل ايدك او لامس ايدك، اقول لك صح، ده انت عندك حق، انت ما بتغلطيش، انت جامده قوي قوي قوي. فهتلاقيه يعني مش بيتحجج عشان خاطر يلمس ايديك، لان دي من يعني علامات الاعجاب في البرج ده. عايز يلمسك، عايز يقرب منك. كمان لما بتيجي تتكلمي او هو بيجي يتكلم، غير اللمس العفوي ممكن تلاقيه طول الفترة اللي انت بتتكلمي فيها ثابت لغاية لما يجي يلمسك بطريقة عفوية. ودي نقطة مهمة جدا ان هو ثابت. في ابراج تانية بتقلب فرق علوز، ولو اتكلمنا وقلنا عن برج الحمل وكنت انت متابع فتقولي لا استوب، هنا بقى نختلف، انا مش معاك في النقطة دي. الابتسامة الدافية الهادية، تلاقيه دايما بيبتسم ابتسامة انت ممكن تاخديها هي ابتسامة صفر، لا، لكن هي ابتسامة هادية. الابتسامة دي وراها حاجات كتير جدا عايز يقولها لك. الابتسامة الهادية، وكل ابتسامة كل شخص ليه طبعا ابتسامته الخاصة، ولكن البرج ده ابتسامته هتلاقيه هادية دافية، انت هتلاحظيها كده من غير اي حاجه. البرج ده على الرغم ان احنا كلنا عارفين ان هو يعني غيور لدرجه الجنون، وفي ناس منهم عندها كبرياء تقول لك انا مش غيوره. يعني انا عارف ان راجل برج الثور يعني ممكن من كتر حبه في الانثى ممكن يقفل عليها قفله وحشه تخنقها. كذلك الانثى بس مش بتقفل، الانثى غيوره بطريقه جنونيه، ممكن تتهور في غيرتها وتعمل مصايب سودة. اهتمامه بلبسك، اهتمامه بمظهرك، اهتمامه بجمالك، على الرغم ان هو يعني مش من الابراج اللي هي على طول لسانها حلو. بتقول، مش هقول لك بيقطع الكلام خالص ما بيعبرش عن مشاعره تجاهك، ولكن لو انتوا بعاد هتلاقيه دايما باصص على لبسك، دايما باصص على جمالك، دايما باصص على مظهرك، ودي تشده قوي. لو كنتوا قريبين في شله تعرفوا بعض، اصدقاء مرتبطين، دايما او قبل ما تكونوا مرتبطين دايما هتلاقيه معجب بستايل لبسك ده، شعرك معجب بيه جدا. وممكن بقى الجريء فيهم قبل الارتباط يقولك بس لو تطولي القميص ده شويه، لو مثلا الكم يبقى لغايه هنا، ما هم كده. فهتلاقيه دايما بيعبر، ما بيتكسفش، مش بيخاف ان هو يقولك خلي بالك انت جميله، انت حلوه. دايما كل اللي حكيته لك في النقطه دي بيبقى وراه اهتمام بده، مش كلمه حلوه عايز اقولها لك علشان انت تعجبي بيه، زي ما هو معجب بيكي. زي ما قلت لك في اول نقطه. وتاني نقطه، هو دايما عايز يبقى قريب منك. نيجي للنقطه بتاعه النقطه الاخيره بتاعه حلقه النهارده، ان هو عايز يوفر لك الحمايه
دايما تلاقيه قريب منك، دايما تلاقيه بيراقب اللي حواليك، دايما هيبقى واخد باله من كلامك وكلام الشخص او الانثى او المحيط اللي حواليكي تجاهك انت. دايما هيبقى عايز يوفر لك الحمايه الكامله، دايما هتلاقيه زي ضلك بالظبط. ممكن تستغربيها، ممكن تاخديها بطريقه حلوه، ممكن انت تاخديها بطريقه تخنقك، مش حابه، مش عايزه، مش حاسه ان هو اللي ممكن اعجب بيه. ولكن كل انثى تختلف تماما على حسب بقى البرج بتاعها واسلوبها وطريقتها وبيئتها وثقافتها وتعليمها، كل ده يختلف تماما. ولكن دي اهم التعبيرات واهم علامات لغة الجسد اللي بتظهر على مواليد برج الثور لما يعجبوا بشخص. علشان لو انت كمان بتفكري تبقي فاهمه الدماغ اللي انت داخله عليها وهل هتتقبليها ولا لا، يعني ماشيه ازاي، تركيبتها، الكيمياء بتاعتها، كل ده. لو عجبك الفيديو دوس لايك الفيديو واشترك في القناه وعرفني من نفسك تحت في الكومنتات، وقول لي عايزيننا نعمله ايه الحلقات اللي جايه. اكتب لي تحت قول لي اعمل حلقه لبرج كذا او برج كذا او حلقه معينه بعيدا عن الابراج. يا رب تكون الحلقه عجبتكم استفدتوا منها. شكرا ليكم، سلام عليكم.